في مدينة أشباح مخيفة في أمريكا بتشكل خطورة كبيرة على السكان لأنها مولعة من أكتر من 60 سنة، لدرجة إن كل الطرق اللي بتوصل ليها الحكومة غطتها بأكوام من التراب علشان تمنع الناس من الوصول إليها. ومع ذلك المدينة مازال بيسكنها 4 أشخاص، والمدينة بتكون مدينة صغيرة اسمها سنتراليا في مقاطعة كولومبيا في ولاية بنسلفانيا. في يوم من الأيام المدينة دي كان بيسكنها آلاف السكان، وكانت مشهورة بمناجم تعدين الفحم. لكن في سنة 1962 حصلت حريقة بالغلط، والحريقة دي وصلت لمناجم الفحم، وطبعا حصلت انفجارات كبيرة والمناجم دي ولعت، والموضوع بقى أكبر من قدرات البشر، وبعض البيوت بدأت تنهار، وبعض الطرق كانت بتتشقق وتتشقق وبيخرج منها نار، وبدأت الغازات والدخان ينتشروا في الجو، ويوم ورا التاني والوضع بيزداد خطورة، لدرجة إن ولاية بنسلفانيا تدخلت وعرضت إنها تشتري ممتلكات الناس علشان يعرفوا يهربوا ويسيبوا المدينة. ولأن الفحم المستخرج بيحتوي على كمية من الوقود، العلماء عملوا حسبتهم وأكدوا إن النار دي هتستمر لمدة 200 سنة.